تم تجريب نظام الإضاءة الليلية في ملعب مولاي عبد الله بالرباط بعد الانتهاء من أعمال التجديد والتوسعة التي خضع لها هذا الصرح الرياضي الكبير. وقد شكلت هذه التجربة لحظة فارقة في إبراز الوجه الجديد لهذا الملعب الذي أصبح اليوم تحفة معمارية وفنية تضاهي كبريات الملاعب العالمية. الإضاءة الجديدة لا تقتصر على الملعب الرئيسي فقط، بل تشمل المدرجات والمرافق المحيطة به، وقد تم اعتماد أحدث التقنيات العالمية التي تضمن توزيعاً ضوئياً متجانساً يساهم في خلق أجواء حماسية داخل الملعب خلال المباريات الليلية والفعاليات الكبرى. ما يميز هذه الإضاءة هو استخدام ألوان ثلاثية رئيسية تتغير بحسب ظروف الإضاءة الطبيعية، وهي الذهبي والأبيض والرمادي الملكي، مما يمنح الملعب طابعاً متجدداً وساحراً في كل لحظة. التصميم المعماري للملعب تم هو الآخر بعناية فائقة، حيث يغطي السقف مساحة واسعة من المدرجات، موفراً بذلك الحماية للجماهير من عوامل الطقس دون التأثير على جمالية المنظر العام. أما الواجهة الخارجية فقد أصبحت مسرحاً حقيقياً للعرض الليلي، حيث تلعب الإضاءة دوراً فنياً في إبراز تفاصيل المعمار المستوحى من سعف النخيل بطريقة تجعل المشاهد يشعر وكأنه أمام لوحة فنية متحركة. الإضاءة في هذا الملعب تتجاوز دورها الوظيفي لتصبح أداة للتفاعل البصري والسمعي مع الجماهير، وذلك من خلال أنظمة ذكية تسمح بمزامنة الأضواء مع المؤثرات الصوتية أو الأناشيد الوطنية، وحتى مع تصفيقات الجمهور عبر شبكة ضوئية رقمية يتحكم فيها مركزياً. وقد عبر آلاف المغاربة عن إعجابهم الكبير بهذه التجربة الجديدة، واعتبروها إنجازاً وطنياً يعبر عن صورة المغرب المتطور، خصوصاً مع اقتراب احتضان المملكة لمنافسات قارية كبرى. وهكذا يؤكد ملعب مولاي عبد الله من جديد أنه ليس مجرد فضاء رياضي، بل معلم حضاري وفني يفتخر به كل مغربي